أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما خلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق، وهو كتاب السلم المنورق بشرح الشيخ حسن الدويسي. ووصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: النظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. وصلنا هنا صحيح؟ نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نأخذ الجلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لآدم بالحجاب، وحط عنه بسماء العقل كل حجاب من سماء الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، أخصنا بخير من قد أرسل وخير من هذا المقام العلا، محمد سيد كل مختفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجاب يأخذ من بعد المعاني لجاجا، وآله وصحبه ذوي الهدى شبهوا بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجلال نسبته كالنحو للمثال، فيعصم الأفكار عن غير الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق يلقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطولات يهتدي، والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاة والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة صحيحة، تأويل قريحة، ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إدراك مفرد تصور حلم، ودرك نسبة بتصديق وسيم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع، والنظر محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. نعم، وصلنا إلى هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم، أخذنا في أصبر نراجع الدرس، لأن بعض الإخوة
قالوا لم نفهم التصور ولم نفهم التصديق ولم نفهم المحمول. نحن نحاول أننا نراجع الدرس الماضي. قلنا أن التصور هو إدراك المفرد. إدراك المفرد. ما معنى الإدراك؟ وصول النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إدراك. نفسك تصل إلى معنى المفرد بتمامه، هذا يسمى إدراك. التصور هو إدراك المفردات، كل المفردات. ما معنى المفرد؟ هو الذي ليس فيه نسبة، ليس فيه حكم، لم تحكم على شيء، يسمى المفرد. مثل زيد، عمرو، خالد، بكر، كأس، كتاب، هاتف، هذا كله يسموه المفرد. هذا اسمه المفرد، يعني ما ليس مركب كما قلنا. المفرد ما ليس مركبا. فإدراك المفردات يسمى تصور. إذا أدركت زيد مثلا، أدركت زيد، ما معنى زيد؟ قلت حيوان ناطق، خلاص تصورت زيد. إدراك زيد هذا المفرد، إدراكه يسمى تصور. والكلام هذا. إدراك الهاتف، ما هو الهاتف؟ الهاتف مثلا هو جهاز للتواصل مثلا، خلاص أدركت الهاتف، وصلت إلى معنى الهاتف بتمامه، هذا اسمه تصور. إدراك الكتاب، ما هو الكتاب؟ عبارة عن صفحات مكونة من 200 ورقة مثلا. الآن أدركت الكتاب، هذا إدراك الكتاب، هذا تعريفه يسمى تصور. فهمني الكلام؟ هذا هو إدراك المفردات، اسمه تصور. أي مفرد تدركه يعني تصل إلى معناه، خلاص هذا اسمه تصور. كل المفردات. قلنا المفرد هو خلاف المركب، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حكم، ليس فيه نسبة. زيد وقائم، لكن لو قلت زيد قائم أسندت القيم إلى زيد، هذا يسمى مركب. هذا الآن خرجنا من المفرد، الآن دخلنا إلى المركب. فإدراك زيد قائم، إدراك القيام لزيد، هذا النسبة، هذا التصديق ليس تصور. صحيح؟ هذا الذي أخذنا البال. صحيح؟ فالآن التصور هو إدراك المفردات. أدركت زيد، أدركت الكتاب، أدركت الكأس، أدركت البيت، أدركت المدرسة، أدركت المسجد. كل إدراك هذه المفردات. ما معنى إدراكها؟ تصل إلى معناها. ما معنى المسجد؟ قال المسجد هو بيت الله يصلى فيه الصلوات. الآن خلاص أنت أدركت المسجد. هذا الإدراك تاع المسجد، إدراك معناه وكل شيء، يسمى تصور. فالتصور هو إدراك المفردات. إدراك المفردات. والإدراك قلنا ما هو؟ وصول النفس إلى المعنى. نفسك تصل إلى معنى الكتاب، ما هو؟ تصل إلى معنى المسجد، ما هو؟ معنى كذا، ما هو؟ معنى المفردات، تصل إلى معاني المفرد. هذا الشيء يسمى تصور. فهمنا؟ أما التصديق فهو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة. تصور ماذا؟ التصديق لازم يكون مركب، لازم يكون عندك ماذا؟ كلام مركب، لا يكون مفرد. إذا قلت زيد قائم، زيد قائم، لو أدركت زيد وحده هذا ماذا يسمى؟ تصور. لو أدركت قائم لوحده ماذا يسمى؟ تصور. لو أدركت النسبة، يعني العلاقة بين زيد وقائم، كيف يسمى؟ تصور. لكن وقوع النسبة الآن، وقوع النسبة هذا هو التصديق. وقوع القيم من زيد هذا هو التصديق. إدراك وقوع النسبة أو لا وقوع النسبة، أو قلت زيد ليس بقائم مثلا، هذا اسمه التصديق.
فالتصديق لازم يكون فيه شيء مركب، يكون كلام مركب. زيد قائم، لو أدركت وقوع القيام من زيد أدركته، هذا هو التصديق. ولقد العلم نافع، لو أدركت وقوع النفع من العلم، وقوع النفع، وقع النفع، هذا اسمه ماذا؟ التصديق. التصديق هو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، كما تقول زيد قائم. إدراك زيد لوحده هذا إدراك مفرد يسمى تصور. إدراك قائم لوحده معنى القيام، إدراك معنى القيام لوحده هذا يسمى تصور. إدراك العلاقة بين زيد وقائم، العلاقة فقط، إدراك العلاقة بينهما يسمى تصور. لكن وقوع النسبة اللي هي وقوع القيام من زيد، وقوعه هذا يسمى تصديق. إدراك وقوع النسبة هذا تصديق. إدراك وقوع النفع للعلم هذا يسمى تصديق. فهمنا يا جماعة الخير ولا لا؟ مفهوم التصور والتصديق؟ مفهوم هذا. الآن التصور هو إدراك المفردات، كل المفردات إذا أدركتها ووصلت إلى معناها هذا يسمى تصور. أما التصديق هو إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. النسبة هي ماذا؟ مثلا زيد قائم، زيد قائم، لو أدركت وقوع القيام من زيد، وقوع النسبة هذا هو التصديق. قلت زيد ليس بقائم، لو أدركت عدم وقوع القيام من زيد أدركته، هذا يسمى ماذا؟ التصديق. فهمنا الآن؟ فالتصور إدراك المفردات، والتصديق إدراك وقوع النسبة بين شيئين. فهم كلام؟ لذلك قال إدراك مفرد تصورا علي. قال إدراك المفردات يسمى تصورا عند أهل المنطق، إدراك مفرد تصورا علي. ثم قال ودرك نسبة، هنا يوجد مضاف محذوف، ودرك وقوع نسبة بتصديق وسيم. هذا هو سهل جدا. إدراك مفرد تصورا علم يسمى التصور، إدراك المفردات يسمى تصور عند أهل المنطق. ودرك وقوع النسبة أو عدم وقوعها يسمى بتصديق، يسمى بالتصديق. ثم ذكرنا الخلاف بين الإمام الرازي وبين الحكماء. قلنا الحكماء ماذا يقولون؟ أن التصديق بسيط وما قبله شروط له، تصور الموضوع والتصور المحمول وتصور النسبة، هذه كلها شروط للتصديق. أما التصديق بسيط مركب من وقوع نسبة أو عدم وقوع، فالتصديق بسيط وما قبله شروط له، صحيح؟ أما مذهب الإمام الرازي أن التصديق مركب من الأشياء الأربعة كلها. التصديق مركب من إدراك إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة وإدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها، فهو عند الإمام الرازي مركب. قلنا والتحقيق ما هو؟ أن القول الأول هو الصحيح، قول الحكماء، ولذلك مشى عليه الأخضري. فمن يا جماعة هذا بالنسبة للتصور والتصديق. أما الموضوع والمحمول، ما هو الموضوع يا جماعة؟ الموضوع هو المحكوم عليه دائما الذي تحكم عليه هو الموضوع. تقول زيد قائم، أين الموضوع؟ زيد. لماذا؟ لأنك حكمت عليه بالقيام، فالموضوع هو المحكوم عليه، هو الموضوع. إذا قلت العلم نافع، أين الموضوع؟
العلم، لأنك حكمت عليه بالنفع. إذا قلت قام زيد، أين الموضوع؟ قام زيد، زيد زيد. دائما أنت تنظر إلى المحكوم عليه سواء كان متقدما أو متأخر، لا تنظر أنه متأخر، لا، سواء متقدم أو متأخر، المهم هو المحكوم عليه. فهمنا هذا؟ فالموضوع هو المحكوم عليه، وسمي موضوعا لماذا؟ لأنه كالشيء الموضوع، ثم يأتي المحمول ويحمل عليه، أنه كالموضوع، كالشيء الموضوع في الأرض، يأتي المحمول ويحمل عليه، سمي موضوعا. سنتكلم عليه فيما هو آتي في القضايا، سنتكلم عن الموضوع المحمول وشرحهما. المهم موضوع معناه أنه موضوع على الأرض ويأتي المحمول ويحمل عليه، وكأن الموضوع حامل للمحمول، حامل. نعم. قلنا وما هو المحمول؟ هو المحكوم به، هو المحكوم به، هو الذي تحكم به على الشيء. لو قلت زيد قائم، أين المحمول؟ قائم، لأنك قائم حكمت به على زيد. المحمول هو المحكوم به، المحكوم به هو الذي تحكم به على الآخر. إذا قلت قام زيد، أين المحمول؟ قام، لأنك حكمت به على زيد. فهمنا؟ إذا قلت مدينة الإسكندرية جميلة، أين المحمول؟ جميلة، لأنك حكمت بها على مدينة الإسكندرية. فهمنا الكلام الآن؟ فالموضوع هو المحكوم عليه، والمحمول هو المحكوم به. ولماذا سمي محمولا؟ لأنه كأنه يحمل على الموضوع، كأنه يحمل على الموضوع، كأن الموضوع على الأرض ونأتي بالمحمول نحمله عليه. إذا قلت زيد قائم، زيد كأنه موضوع في الأرض هكذا، ويأتي قائم ويحمل عليه، فكأن الموضوع حامل للمحمول هذا اللي هو قائم. فمن الآن فهمنا جماعة تصور والتصديق والموضوع والمحمول. فالتصور هو إدراك المفردات، والتصديق هو إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها، والموضوع هو المحكوم عليه في الكلام، والمحمول هو المحكوم به في الكلام. واضح كلام؟ هذا إن شاء الله نأخذ الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلمه في الدارين آمين. والنظري بسكون الياء للضرورة. نعم، بسكون الياء للضرورة. لماذا بسكون الياء للضرورة؟ لأن هذه الياء ياء النسب، وياء النسب لا تسكن، لذلك الشيخ قال بسكون الياء للضرورة، لأن ياء النسب لا تسكن، تظهر عليها علامة الإعراب. تقول أندونوسي، مصري، ياء النسب، طاهري، تظهر عليها الحركة. مفهوم؟ الآن لما قال الشيخ نظري بسكون الياء هذا للضرورة، وإلا فهنا الياء تظهر عليها ماذا؟ الحركة. تقول النظري والناظري محتاج للتأمل. مفهوم؟ هذا هو ما أي الذي بمعنى الذي، ما بمعنى الذي. نعم، يحتاج لتأمل، أي النظر في الدليل. نعم، والتعريف. نعم، هذا كإدراك حقيقة الإنسان. نعم. المحتاج إلى النظر في التعريف للحيوان الناطق. وإدراك أن العالم حادث، المحتاج إلى النظر في قولك العالم متغير وكل متغير حادث. هذا يسموه النظري. النظري محتاج للتأمل. فمن النظر
محتاجة للتأمل أي النظر. والمراد بالنظر هنا ماذا؟ حركة النفس في المعقولات، ثم نظر حركة النفس في المعقولات، هذا المقصود بالنظر هنا. والمقصود بالدليل يعني ما يدل على الشيء، ما يدل على الشيء كما قال الشيخ. قال والنظري محتاج الذي يحتاج للتأمل أي النظر في الدليل، تنظر في الدليل أو تنظر في التعريف، تنظر وتتأمل في التعريف، كإدراك حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان هذه كيف تدركها؟ بالنظر في التعريف، بالنظر في قولك حيوان ناطق، حيوان ناطق، هذه تنظر فيها، لازم تنظر فيها لتصل إلى إدراك حقيقة الإنسان. واضح ولا لا؟ إذا قيل الإنسان كيف تصل إلى إدراك هذه حقيقة الإنسان؟ بالنظر في التعريف، حيوان ناطق، تنظر حيوان ناطق تصل إلى إدراك حقيقة الإنسان. كذلك دليل مثل إدراك أن العالم حادث. إذا قلت العالم حادث هذا يحتاج إلى النظر في ماذا؟ في القياس، يحتاج إلى النظر في العالم متغير وكل متغير حادث. فهمنا الآن ولا لا؟ الآن حتى تصل إلى إدراك حقيقة الحيوان لازم تنظر في التعريف، تنظر حيوان ناطق. حتى تصل إلى إدراك حقيقة الإنسان تنظر في تعريف. تحتاج إلى النظر في التعريف. حتى تصل إلى إدراك حقيقة الإنسان تحتاج إلى النظر في التعريف اللي هو قولك حيوان ناطق، تحتاج إلى النظر فيه والتفكر. إذا نظرت في حيوان ناطق وتأملت فيها وتفكرت فيها وصلت إلى ماذا؟ إلى إدراك حقيقة الإنسان. خلاص أدركت الإنسان، يصبح ماذا؟ يصبح ضروري بعدما أن كان نظرت وتفكرت وتأملت، يصبح حقيقة الإنسان تدركها ضرورة. أما العالم حادث كيف تصل إلى إدراك أن العالم حادث؟ بالنظر في الدليل، هو العالم متغير وكل متغير حادث، فأنت لازم تنظر في هذا الدليل وتتأمل وتفكر في هذا الدليل. العالم متغير وكل متغير حادث، تصل إلى إدراك ماذا؟ العالم حادث. فهمنا؟ معناه إدراك الإنسان ليس ضروري. هل إدراك حقيقة الإنسان ضرورية؟ لا، لازم حتى تتأمل في التعريف وتنظر في التعريف وتفكر في التعريف. بعدما تتأمل وتفكر وتنظر هناك تصل إلى حقيقة الإنسان. كذلك إذا قيل لك العالم حادث هل مباشرة تقول نعم؟ لا، حتى تنظر في الدليل الذي أوصلك إلى النتيجة. العالم متغير وكل متغير حادث، هذا تنظر فيه وتفكر وتتأمل حتى تصل إلى ماذا؟ العالم حادث. هنا كلام الآن هذا يسموه نظري، يعني يحتاج إلى التأمل والتفكر حتى تصل إلى. إذا قلت هكذا الواحد نصف سدس 12، إذا قلت الواحد نصف سدس 12، هل هذا ضروري ولا نظري؟ نظري، تحتاج إلى التفكر والتأمل. لازمك تنظر الواحد نصف سدس 12، ما هو سدس 12؟ 2. ما هو نصف 2؟ 1.
بعد التأمل والتفكر تصل. كذلك الإنسان بعد التأمل والتفكر في التعريف اللي هو حيوان ناطق، تنظر وتتأمل تصل إلى الإنسان، حقيقة الإنسان. مثل 1 نصف سدس 12. هذا مثال الدمنهوري رحمه الله. فهم مثال إيضاح المبهم. 1 نصف سدس 12. هذا اسمه ماذا؟ النظري. كذلك لو قلت العالم حادث، هل ضروري؟ لا، ليس ضروري. لازم تنظر قبل في الدليل بعد النظر في الدليل. ما هو الدليل؟ العالم متغير وكل متغير حادث، لازم تنظر في هذا الدليل أولا. فإذا تأملت ونظرت وكذا تصل إلى أن العالم حادث. صحيح؟ لذلك قال والنظري بسكون الياء للضرورة، ما أي الذي احتاج للتأمل، أي النظر في الدليل بالنسبة للعالم حادث، واضح؟ أو التعريف بالنسبة للإنسان حيوان ناطق، كإدراك حقيقة الإنسان، هو المحتاج إلى النظر في التعريف. هو حتى تدرك حقيقة الإنسان أنت محتاج إلى التأمل والنظر والفكر في التعريف. هو كإدراك حقيقة الإنسان المحتاج إلى النظر في التعريف بالحيوان الناطق. رأيت؟ وإدراك أن العالم حادث المحتاج إلى النظر في قولك العالم متغير وكل متغير حادث، هذا الدليل، نظر في الدليل. فالنظري ما يحتاج إلى التأمل والتفكر والنظر، هذا اسمه علم نظري. علم نظري. واضح يا جماعة الخير؟ قال الشيخ تحت هنا بسكون، اقرأ معي في الحاشية، قال بسكون الياء للضرورة، قال إنما كان سكونها ضرورة لأنها ياء النسب، وياء النسب يظهر عليها الإعراب، تقول النظري والناظري، لأن ياء النسب يظهر عليها الإعراب، تقول أندونوسي، مصري، إفريقي، وهكذا تظهر عليها، لا تقل إفريقي، مصري، أندونوسي، لا، تظهر عليها على مثل. نعم. قال وهذا تقسيم ثان للعلم باعتبار غير المتقدم، وحاصل ذلك، يعني هنا الشيخ يقسم في العلم تقسيم ثاني، بعدما قسم العلم إلى تصور وتصديق في الأول، هنا يقسم في العلم إلى ضروري ونظر. فهمنا؟ هذا تقسيم ثاني. قال وحاصل ذلك أن العلم باعتبار المدرك ينقسم إلى تصور وتصديق. نعم، باعتبار إدراك ينقسم إلى تصور وتصديق، وكل منهما ينقسم إلى نظري وضروري باعتبار الاحتياج للتأمل وعدمه. هذا تقسيم ثاني بالنسبة للاحتياج إلى النظر وعدم الاحتياج. فالعلم النظري يحتاج إلى التأمل، والعلم الضروري لا يحتاج إلى التأمل. هذا ما نحن. قال قوله النظر في الدليل، قال المراد بالنظر هنا حركة النفس في المعقولة، حركة النفس في المعقولة، هذا المقصود بالنظر هنا. قال وبالدليل ما يدل على الإنسان، ما يدل على أن العالم حادث، لا خصوص الحجة ليوافق ما بعده، لا خصوص الحجة اللي هو الدليل المنطقي، لا، واضح؟ وإنما المقصود به كل ما يدل. نعم. فهمنا يا جماعة؟ أيوة زيد. وعكسه أي ما لا يحتاج إلى النظر هو العلم الضروري الجلي، نعم، أي الظاهر، وهو ما لا يحتاج إلى النظر. نعم. واضح يا جماعة؟ أما عكسه هو الضروري، هو العلم الضروري الجلي، يعني الظاهر الواضح
فهذا لا يحتاج إلى نظر. مثل قولك السماء فوقنا، يحتاج إلى تفكر ونظر. إذا قلت الأرض تحتنا، يحتاج إلى تفكر ونظر. تقول أنا موجود، يحتاج إلى تفكر ونظر. وقلت أنا موجود، لا، هذا كله لا يحتاج إلى تفكر ولا إلى نظر. هذا اسمه العلم الضروري. ولا النصف، إذا قلت كذلك الجزء أقل من الكل، ضروري. إذا قلت الجزء أقل من الكل، مفهوم؟ هذا كله ضروري، لا يحتاج إلى تفكر ولا إلى تأمل ولا إلى نظر، ضروري. بمجرد ما تنطق به تدركه، بمجرد ما تنطق به تدركه مباشرة. السماء فوقنا، نعم، مباشرة تقول نعم. لو قلت واحد نصف الاثنين، ضروري، نعم، مباشرة. هل يحتاج إلى تفكير هذا الواحد نصف الاثنين؟ لا، ضروري. لكن لو قيل لك الواحد نصف سدس الاثني عشر، تقول له انتظر، صحيح. لكن لو قال لك الواحد نصف الاثنين، تقول له انتظر أفكر؟ لا، ضروري. لذلك الشيخ قال وعكسه، أي ما لا يحتاج إلى النظر هو العلم الضروري الجلي، أي الظاهر، فهو لا يحتاج إلى النظر، فهو لا يحتاج إلى النظر. وإن كان يحتاج إلى حدس ظن، أو يحتاج إلى تجربة، واضح؟ وإن كان يحتاج إلى ظن أو تجربة، نعم. وإن احتاج إلى حدس، الحدس هو الظن يا جماعة، هو الظن. العلم بأن النور إلى حدس أي ظن، واضح؟ أيوة. العلم بأن النور القمر مستفاد من نور الشمس، الحاصل باختلاف تشكلاته بحسب القرب منها والبعد عنها، فإنه يورث ظن استفاد نوره من نورها. نعم، هذا هو. فالعلم الضروري هذا هو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تفكير، وإن احتاج إلى ظن، وإن كان يحتاج إلى ظن، وإن احتاج إلى ظن. مثل ماذا؟ كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. عندك القمر وعندك الشمس. القمر هذا، القمر قيل أنه ماذا؟ قيل أن القمر مظلم بحد ذاته، مظلم ليس فيه نور، مظلم. القمر أصله ظلام مظلم. لكن قالوا من أين يأخذ نوره؟ قال يأخذ نوره من الشمس. هذا القمر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هكذا كالمرآة، أي شيء ينعكس كالمرآة، المرآة ثقيلة. هذا القمر كذلك فيه سقالة بحيث لو ضرب فيه نشوء ينعكس. فقالوا هو مظلم، أصله مظلم. لكن من أين يأخذ نوره؟ في الليل نره نور، فيه نور القمر، من أين يأخذ نوره؟ قالوا يأخذه من نور الشمس. لماذا؟ قالوا لأنه ماذا؟ قالوا كلما ابتعدت عنه الشمس زاد نوره، واضح؟ وكلما اقتربت منه الشمس ما الذي يحصل له؟ ينقص نوره. كلما ابتعدت عنه الشمس يزيد نوره، هذا معناه راه يأخذ النور من الشمس. وكلما الشمس اقتربت منه يقل نوره. فإذا اجتمع مع الشمس يصبح ظلام. لا، لماذا؟ لأن الشمس اقتربت منه فيصبح مظلم. فهذا بالظن استفدنا ماذا؟ أن القمر يأخذ نوره من نور الشمس. فهمنا جماعة الخير ولا لا؟ واضح؟ هذا
أي ظن، واحتاج إلى حدس أي ظن، كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، الحاصل باختلاف تشكلاته بحسب القرب منها، يعني من الشمس، والبعد عنها. كلما بعد عن الشمس زاد نوره، كلما قرب من الشمس نقص نوره. فالآن احنا ماذا فهمنا؟ فهمنا أنه يأخذ النور من الشمس، فهمنا أنه يأخذ النور من الشمس، فإذا اجتمع مع الشمس ذهب نوره، يصبح لا نور له. فهمنا؟ يا جماعة مفهوم؟ هذا كيف توصلنا إليه؟ بالحدس، بالظن، بالحدس. واضح؟ فإن في الأخير وصلنا إلى الظن بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس، ظن. فالظن هنا يدخل في الضروري، يدخل مع الضروري. فالضروري هنا العلم الضروري يدخل فيه الظن ويدخل فيه التجربة، يدخل فيه الظن والتجربة، وهم يدخلون في الضروري. قال هنا تحت، اقرأ معي في الحاشية. قال قوله حدس بفتح الحاء وسكون الدال آخره سين، كلها مهملات، يعني كلها من غير مهملات، من غير تنقيط، كلها مهملات. حين الحاء والدال والسين كلها مهملات، لا يوجد عليها نقاط. مفهوم؟ ثانيا قالوا إن جرم القمر مظلم لذاته. هو القمر أصله، القمر أصله جرمه أصله مظلم، أصله مظلم. قال لكنه صقيل ينطبع فيه أثر غيره لسقالته. قال القمر هذا صقيل مثل المرآة، ينطبع فيه نور غيره، لو يضرب فيه النور ينطبع فيه كالمرآة، كالمرآة. فالنور المشاهد فيه إنما هو نور الشمس، أو ظهر فيه لسقالته، فنور الشمس انطبع فيه. واستندوا في ذلك لمشاهدة زيادة نوره عند البعد عنها، عند البعد منها، يعني كلما ابتعد عن الشمس زاد نوره، فمعناه هو يأخذ من الشمس. ونقصه عند القرب منها، أما إذا قربت منه الشمس ينقص نوره. قال وعدم وجوده عند الاجتماع، وإذا اجتمع مع الشمس يذهب نوره أصلا، لا يبقى. قال كما هو مبين في علم الهيئة، علم الفلك وعلم الفلك والحساب وغيره. فهمنا الآن؟ هذا هو، فهمنا؟ هذا ظن. فنحن وصلنا إلى الظن بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس بالظن. هذا يدخل في ماذا؟ في الضروري، لأن الضروري أو يحتاج إلى تجربة، أو احتاج إلى تجربة، وإن احتاج إلى حدس أو احتاج إلى تجربة، هذا معطوف على احتاج إلى حدس، أو احتاج إلى تجربة، هذا معطوف أو احتاج إلى حدس. مفهوم؟ فالعلم الضروري هذا ضروري، وإن احتاج إلى حدس ضروري، وإن احتاج إلى تجربة يبقى ضروري. كالعلم بأن الدواء الفلاني مسهل للطبيعة، مسهل للطبيعة عند شربه. نعم، مسهل من الإسهال، من الإسهال. كالعلم أو احتاج إلى تجربة، التجربة مثل ماذا؟ كالعلم بأن الدواء الفلاني مسهل للطبيعة عند شربه، كالسقامونيا. تعرفون السقامونيا؟ السقامونيا عبارة عن عشب دواء، إذا شربته يجعل لك إسهال، هذا بالتجربة. السقامونيا إذا شربتها مباشرة تصاب بالإسهال بالتجربة. جربنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى وصلنا إلى ماذا؟
إلى أن السقمونيا مسهلة. هم كلام هذا كالعلم بأن الدواء الفلاني كالسقمونيا مسهل للطبيعة عند شربه. هذا كيف عرفناه؟ التجربة. مفهوم؟ زيد. فالعلم الضروري التصوري كإدراك وجودي. هذا علم تصوري، علم ضروري تصوري كإدراك وجودك. أنا موجود، لقد أنا موجود، هذا علم ضروري تصوري، صحيح ولا لا؟ كإدراك وجودك، كإدراك وجودك. تصورك أنك موجود، تصورك أنك موجود، هذا ضروري ولا نظري؟ ضروري، لا يحتاج إلى فكر ولا نظر ولا أي شيء. والتصديق كإدراك أن الواحد نصف الاثنين. نصف ولا نص؟ نصف. هذا عندك ها؟ نصف ولا نص؟ هناك نصف شيء، نص يجوز نصف ونص، نص أقول نص، نص يعني نصف، نص الاثنين، ها؟ نص جنيه. أيوة. يا عبد الله، نص جنيه. أيوة، هذه كلمة فصيحة كذلك عربية. نص الاثنين كإدراك أن الواحد نص الاثنين. مفهوم؟ الآن هذا اسمه ماذا؟ علم ضروري تصديقي. عندك الواحد موضوع، نص الاثنين محمول. عندك الواحد موضوع، نص الاثنين محمول. وهنا أدركت ماذا؟ النسبة بينهما، أن الواحد نصف الاثنين، صحيح؟ هذا علم ضروري تصديقي، علم ضروري تصديقي ليس تصوري، تصديقي هذا، لأن فيه النسبة هنا، صحيح ولا لا؟ لأن عندك الواحد موضوع، نص الاثنين محمول، هذا وأنت أدركت هنا وقوع ماذا؟ وقوع النسبية للواحد. فهمنا؟ أما النظري، العلم النظري التصوري مثل ماذا؟ العلم النظري التصوري لم يعطينا شيخ أمثلة، أعطانا فقط العلم الضروري التصوري. تصور نظري تصور ضروري. في الجنة تصور نظري. لا يقع تصور. لازم تعريف أو دليل. أيوة الناطق. تصور نظري. تصور نظري بالنسبة للإنسان. نعم بالنسبة للإنسان تصور نظري، تصور نظري كالإنسان وحيوان ناطق. تصور ضروري مثل ماذا؟ تصور ضروري الشيخ هنا قال الشيخ هنا هو قال مثال التصور الضروري
مثال التصور الضروري إدراك معنى واحد نصف الاثنين. هذا تصور ضروري، أن الواحد لفظ الواحد نصف الاثنين. هذا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى تصور. هذا تصور ضروري، واحد نصف الاثنين. مثال التصور النظري إدراك معنى الواحد نصف سدس الاثني عشر. كل هذا لفظ واحد. مثال التصديق الضروري إدراك وقوع نسبة الواحد نصف الاثنين، وقوع النسبة. مثال التصديق النظري إدراك وقوع نسبة الواحد نصف سدس الاثني عشر. والآن نحن عندنا كم الشيخ مثل هنا للعلم الضروري التصوري. العلم الضروري التصوري مثل إدراك وجودك، هذا علم ضروري تصوري. وجودك علم ضروري تصوري، أنه إدراك مفرد وجودك إدراك مفرد. والتصديق مثل ماذا؟ إدراك أن الواحد نص الاثنين. صحيح؟ الشيخ أعطانا تصوري ضروري، تصوري ضروري، تصديقي ضروري، تصوري ضروري، تصديقي ضروري. صحيح؟ أما من قبل ماذا أعطانا الشيخ؟ أعطانا تصوري نظري الإنسان حيوان ناطق، وأعطانا تصديقي نظري وهو العالم حادث. نعم أنتم معي ولا لا؟ تصور ضروري مثل ماذا؟ تصور ضروري وجودك، أنت موجود وجودك، هذا التصور تصوري ضروري لا يحتاج إلى تأمل. إذا قلت وجودي أنا موجود لا يحتاج. والتصديق الضروري مثل ماذا؟ الواحد نصف الاثنين، هذا التصديقي ضروري لا يحتاج إلى تفكر ولا إلى تأمل. صحيح؟ فعندنا مثال هنا تصور ضروري والتصديق ضروري. بقي لنا ماذا؟ تصور نظري وتصديق نظري. فالتصور النظري ما هو؟ كالإنسان. الإنسان هذا يحتاج إلى فكرته في ماذا؟ التعريف. حيوان ناطق. أنا لا أستطيع أن أدرك الإنسان حتى أنظر وأفكر في التعريف. حيوان ناطق. وهذا ماذا؟ تصور نظري. أما التصديق النظري مثل ماذا؟ العالم حادث، فأنا لا أستطيع أن أحكم على العالم حادث حتى أنظر في الدليل. العالم متغير وكل متغير حادث. فهذا تصور، فهذا تصديق نظري. تصديق نظري. أنتم يا جماعة الخير ولا لا؟ هذا ففي المثالين الأول الشيخ أعطانا ماذا؟ أعطانا تصور نظري وأعطانا تصديق نظري. وفي المثال الأخير أعطانا تصور ضروري تصديق ضروري. أنتم معي ولا لا؟ هذا فالآن فالعلم الضروري التصوري كإدراك وجودك، هذا التصوري ضروري. والتصديقي يعني التصديقي الضروري كإدراك أن الواحد نص الاثنين، هذا تصديقي ضروري. مفهوم؟ نعم هذا. أما إدراك حقيقة الإنسان هذا
هذا تصوري نظري لأنك تحتاج إلى النظر في تعريف الحيوان الناطق. كذلك العالم حادث هذا تصديقي نظري لأنك تحتاج إلى النظر في الدليل اللي هو العالم متغير وكل متغير الحادث. فمن هذا هو وما به إلى تصور وصل، أي والقول الذي وصل به إلى تصور كالحد في قولك الحيوان الناطق، والرسم في قولنا الحيوان الضاحك، يدعى أي يسمى عند المناطق بقول شارح. هذا هو جماعة. هذا الشيء الذي توصلت به إلى التصور. أنت كيف وصلت إلى تصور الإنسان؟ عن طريق ماذا؟ قول الشارع، عن طريق حيوان ناطق. توصلت إلى الإنسان بحيوان ناطق، بهذا توصلت إلى الإنسان. صحيح؟ توصلت إلى الإنسان بالحد بقولك حيوان ناطق، الحيوان الناطق، به توصلت إلى الإنسان. هذا الذي توصلت به إلى تصور الإنسان يسمى بماذا؟ قول شارح، ويسمى تعريف، ويسمى معرف. تعريف ومعرف. معرف الذي يسكن مع فهمنا؟ ليس معرف هذا، لا. الآن الذي تصل به إلى التصور يسمى قول شارح، ويسمى تعريف، ويسمى معرف. مثل الإنسان، كيف وصلت إلى الإنسان؟ بالتعريف، بالحيوان الناطق. حيوان الناطق وصلت إليه. واضح يا جماعة؟ هذا معنى قول الشيخ وما به إلى تصور وصل، أي والقول الذي وصل به إلى التصور كالحد في قولك الحيوان الناطق، والرسم في قولك الحيوان الضاحك، يسمى عند المناطق بقول شارح، يسمى بالقول الشارح. فأنا بالقول الشارح وصلت إلى تصور الإنسان، بالقول الشارح حيوان الناطق وصلت إلى إدراك معنى الإنسان. فهذا يسمى ماذا؟ قول شارح. ثم قول شارح لأنه شرح الماهية، شرح ماهية الإنسان، قال حيوان ناطق. مفهوم؟ زيد. أما تسميته قولا فلأن القول هو المركب. نعم، قول لأنه القول هو المركب. نعم. وأما تسميته شارحا فلشرحه الماهية. نعم، لأنه شرح الماهية، شرح حقيقة الإنسان، قال حيوان ناطق. وكلام نعم. فالمعنى والقول الذي وصل به إلى تصور المعرف أهو يسمى بالقول الشارح، يسمى بالقول الشارح في اصطلاح المناطق. هذا هو جماعة. فالآن القول الذي وصلت به إلى تصور الإنسان يسمى قول شارح. القول الذي وصلت به إلى تصور الإنسان هو القول الشارح. أنا كيف تصورت الإنسان؟ تصورته بتعريف بحيوان ناطق. حيوان ناطق أدركت به ماذا؟ الإنسان. تصورت حيوان ناطق، حيوان ناطق، هنا أدركت الإنسان. فالذي يوصل به إلى التصور يسمى قول شارح لأنه شرح الماهية. مفهوم؟ هذا زيد. فلتبتهل أي تجتهد في الطلب. نعم. جملة كمل بها البيت.
فلتجتهد أي فلتجتهد في الطلب، فلتجتهد في الطلب، فلتجتهد. نعم. وما لتصديق به توصل، أي والقول الذي توصل به للتصديق وهو القياس، بمثال قولنا العالم متغير وكل متغير حادث في حجة يعرف عند العقلاء، أي يسمى عند المناطق بالحجة أي الدليل. هذا. أما ما القول الذي توصل به إلى التصديق وهو القياس فهذا يسمى ماذا؟ حجة ودليل. حجة ودليل وقياس، يسمى حجة، يسمى دليل، يسمى قياس. مفهوم؟ أنا كيف توصلت إلى ماذا؟ كيف توصلت إلى أن العالم حادث؟ إلى هذا التصديق العالم حادث بالقياس. بالقياس توصلت إلى العالم حادث. العالم متغير وكل متغير حادث، وصلت إلى العالم حادث. فالقول الذي تصل به إلى التصديق يسمى ماذا؟ حجة وقياس ودليل. مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى كلام الشيخ. وما به إلى وما لتصديق به توصل، ما توصلت به إلى التصديق يسمى حجة عند العقلاء، عند أهل المنطق. يسمى عند المناطق بماذا؟ بالحجة والدليل والقياس. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. لأن من تمسك به حج خصمه أي غلبه. سمي حجة لأن من تمسك به حج خصمه، يعني غلبه، أنه يغلب خصمه. فالشيخ رحمه الله ذكر لنا هنا في هذا الدرس، ذكر لنا أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظري. والنظري هو الذي يحتاج للتأمل والتفكر والنظر. أما الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى تفكر ولا إلى غير ذلك. ثم أعطانا أمثلة، قال مثل ماذا؟ قال التصور النظري مثل الإنسان، هذا لم تصل به إلا بالنظر والتفكر والتأمل في التعريف حيوانات. وأعطانا مثال للتصديق النظري فالعالم حادث، هذا لن تصل به إليه إلا بالنظر في الدليل. العالم متغير وكل متغير حادث، بالنظر في الدليل هذا تصل إلى التصديق. هذا تصديق تصوري. ثم بعد ذلك أعطانا دليل التصور الضروري كوجودك، كاعتقاد وجودك، هذا التصور ضروري لا يحتاج إلى تفكر ولا إلى تأمل. ثم أعطانا مثال للتصديق الضروري كقولنا الواحد نصف الاثنين. الواحد نصف الاثنين، هذا تصديق ضروري لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله قال لنا ما القول الذي تصل به إلى التصور يدعى قول شارح، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا التعريف هو الذي وصلت به إلى إدراك الإنسان، إدراك حقيقة الإنسان، فهذا حيوان ناطق يسمى قول شارح ويسمى تعريف ويسمى معرف. ثم قال وما يتوصل به إلى التصديق، ما تصل به إلى التصديق هذا يسمى دليل، يسمى حجة ويسمى قياس. كقولنا العالم حادث، هذا كيف وصلنا إليه؟ وصلنا إليه عن طريق الدليل قياس. العالم متغير وكل متغير حادث، هذا أوصلنا إلى العالم حادث. واضح يا جماعة الخير؟ فالذي يتوصل به إلى التصديق يسمى حجة ودليل وقياس.
مفهوم يا جماعة الخير؟ مفهوم؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.